ميني بسيطلات ولا مسيمنات بلا ورقه ديال البسطيله، كيجيو مقرمشين من برا بواحد الحشوه رائعه وبنينه. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير وحتى طريقه ديال التحضير ديالهم. غنحتاجو واحد جوج فلفلات يكونوا كبار، انا درت حمراء وخضراء قطعتهم هكا مكعبات صغيورين. 4 ديال الكفته، تقدروا تستعملوا حتى الدجاج، المهم اللي متوفر عندكم. شويه ديال الزيتون خضر وكحل، واحد الساشي ديال الشعريه الصينيه، 2 بصيلات متوسطي الحجم مقطعين مكعبات صغار. بالنسبه للتوابل درت فيهم نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الكمون، ومعلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال السودانيه، ومعلقه صغيره ايضا تكون عامره حتى هي مزيان ديال التحميره. هاد الحشوه كتبغي تحميره للون والحار، حيت كلشي درنا حلو، البصله والفلفله حلوين، ضروري نزيدوا واحد النسمه ديال الحار. في مقيله درت 4 كاس ديال الزيت وزدت عليها البصله، خليتها حتى تنزل شي شويه، عاد ضفت عليها الكفته، خليتهم حتى يدبالوا واحد شويه، عاد ضفت عليهم التوابل. غنخليهم واحد 5 دقائق هكا حتى تدخل فيهم العطريه مزيان. عاد غنضيف الفلفله وغنخلط ونخليهم مع بعض واحد 3 دقائق حتى تنزل حتى الفلفله وتدخل فيها حتى هي العطريه ويندمجوا مع بعضياتهم. عاد غنضيف الشعريه الصينيه، حاولوا تقطعوها هكا بالمقص باش ما تجيش طويله وما تبغيش تحرك لكم. وغنضيف ايضا حتى الزيتون. بالنسبه لهاد العماره هذه كتجي رائعه. ضيفوا ايضا واحد شويه ديال الفرماج احمر اختياري، كيعطيها واحد اللذه وواحد البنه. بالنسبه للحشوه غير الالوان ديالها كيجيو كيشهيو. غنخلي هاد العماره هذه اللي وجدنا تبرد وندوزو باش نوجدو العجينه. بالنسبه للعجينه درت فيها زلافه ديال دقيق الفورس، ضروري نغربلوه باش يحيدوا منه الا كانت فيه شي حاجه ماشي هي هذيك. غنضيف عليهم ايضا زلافه ونص ديال الفينو، وغنضيف معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وتقريبا معلقه صغيره ديال الملحه. غنحاول هكا نجمع العجينه بالماء دافي ونعجنها مزيان. صافي مورا ما تجمعات العجينه ولات هكا رطبه، غنخليها ترتاح واحد 5 دقائق وندوز باش نكورها كويرات صغيورين بهذه الطريقه هذه كيف ما هو موضح في الفيديو. الطريقه ديال المسمن العاديه كنكورهم كويرات صغيورين، كنحاول هكا نجمع العجينه وما بين صباعي كنخرج هذوك الكويرات الصغيورين بنفس الطريقه كيف ما هو موضح في الفيديو. كنبقى مستمره. موراها كنبدا نطرق المسمنات اللي وجدنا من قبل، كندهن السطح بشويه ديال الزيت وكنبدا نسرحها كمسمنه بالطريقه العاديه. كنحاول نسرحها مزيان تجي مورقه ومسرحه، وكندهنها بشويه ديال الزيت وكنطويها على 4. بنفس الطريقه كنبقى مستمره في كاع المسمنات حتى كنساليهم كاملين. موراها كنجيبوا المسمنه اللي طوينا على 4 من قبل، مورا ما ارتاحت كنحاول هكا نسرحها في سطح العمل بهذه الطريقه هذه تتولي المسمنه رقيقه باش تجي مورقه. وكنقطعها هكا بهذا الموس بهذه الطريقه على 4. وكنجيب اي غلاقه ديال اي قرعه ولا اي سخكله عندكم، كنحاول ندهنو هكا بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش فيه المسمنه. كنعاود نسرحها شويه وكندير فيها العماره، كنحاول نجمع الجوانب ديالها وكنعاود نبسطها هكا بيديا. وهكا الميني بسطيله ولا مسمنه كتكون وجدات. بهذه الطريقه ها هي واضحه في الفيديو. كنجمع هكا الجوانب بهذه الطريقه هذه ما بين صباعي، وفي الاخير كنحاول نبسطها بيديا باش يتجمعوا الجوانب وما يتحلوش لينا في الطاوه. وكنقلبها. الشكل ديالها راه كيجي صغيور وحليلو،
كنديرها في مقيله مدهونه من قبل بشويه ديال الزيت، وكنبقى مستمره في كاع المسمنات بنفس الطريقه. كندهن العلاقه بشويه ديال الزيت وكنحط من فوقها العجينه ديال المسمن. كنحاول كنعمرها بالعماره تكون نعمرها مزيان بالعماره باش ما يجوش خاويين، وكنجمع الجوانب. كنعاود نجمع الجوانب وكنبسطها بيديا وكنقلبها، راه كتجي ساهله كتقلب دغيا. وكنحطهم في المقله. كنبقى مستمره في كاع المسمنات بنفس الطريقه حتى كنساليهم كاملين. وفي مقله ولا اي طاوه كتدخل عندكم الفران كدهنوها بالزيت، كتحطوا فيها هاد الميني مسمنات ولا بسيطلات، وكتدخلوهم يطيبوا من التحت حتى كيطيبوا، عاد كتحمروهم من الفوق. وها هما كيجيو مقرمشين من برا. هاد الحشوه هادي كتجي فيهم رائعه. ضروري تجربوهم وتقولوا لي الرأي ديالكم في التعليقات. وضروري ما تخليو عندكم الوصفه لرمضان ان شاء الله. وما تنساوش تخليو لي لايك ومتابعة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات ديالي، ونخليكم في امان الله ورعايته.